الحين نتكلم عن ابو عثمة او عثامة بمعنى صح، اللي هو ابن عثيمين. شنو يقول ابن عثيمين؟ على فكرة في وجبة جديدة ان شاء الله راح تنزل في المطاعم، الا وهي ذبان في المايونيز وكذي. يعني خلينا نشوف شو يقول. سؤاله الآخر يسأل عن سقوط الذباب في الإناء. يقول يسأل واحد من الوهابية، يسأل ابن عثيمين إذا دشت الذبانة وهي حوله مطلقة، إذا دشت داخل يعني الشراب مالي شنو أسوي؟ نرجو توضيح أو معنى هذا أو مدى صحة الحديث الذي في معناه: إذا سقط الذباب في طعام أحدكم فليغمسه لأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. الذبانة لما تطيح عندها جنحانين، واحد فيه مرض وواحد فيه شفاء، وأن الحمد لله أن احنا نقول الشفاء من الله سبحانه وتعالى، لكن هم عندهم الذبانة تشافي. هنشوف شنو يقول بعد. هذا الحديث هذا الحديث ايش فيه؟ هذا الحديث يا أنا عاد الحين مسيلم الكذاب. رواه البخاري من حديث أبي هريرة. أنتم ما حد مبهذلكم غير أبو هريرة، هذا القط الوسخ ما حد مبهذلكم غيره. خلينا نشوف شنو يقول أبو هريرة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوات الله عليه وآله: تفضل. إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. شوف يا وهابية، إذا طاحت الذبانة شنو يصير بالذبانة؟ جناح المرض اللي يعني يمرضكم يصير أوف، وجناح الشفاء يصير أون، يعني يشتغل على طول أوتوماتيك. تفضل. وقد زاد أبو داود: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. شفتوا؟ زاد أبو داود، هذا زاد من عنده، يعني كمل الحديث من عنده. يعني شوفوا إذا ما صار كذي وكذي، يعني ايش رايكم تاكلون الذبانة كلها عادوا طعمها يقولون حلو فيه شوية مرارة. تفضل. وهو حديث صحيح. هذا حديث صحيح عندهم. الله يرحمكم إن شاء الله بكل ساعة وبكل دقيقة يا وهابية، وفضايح بعد.